اللي بغى يعرف بقيمته مرحبا، واللي ما بغاش يعرف بقيمته المشكل عنده هو ماشي عندنا حنا. شو معنا خوت هذا الفيديو؟ رجل مغربي قح. الله يكبر بيك، الله يخليك يا حبيبي. والله عشتكم سمعت الصوت وهذا كلك طلعت عشان خاطرنا. والله الا الله طلعت يخليك. سمعت الصوت الله ديالكم يخليك يا وطلعت. حبيبي، الله يخليك. راه كاين اللهجه المصريه لغتنا وحده الحمد لله الحمد لله. وفرحت. اقسم لك بالله، اقسم لك بالله، بارك الله اطيب شعب، فيكم. انظف شعب، اجمل شعب، اهل كرم، اهل ضيافه، جاوني والله. والله اهل كرم. اللي بغينا الخوت نقولوا من هذا الفيديو هذا هو الجود والكرم ديال المغاربه، راه لا يضاهيه جود وكرم دوله اخرى او ناس اخرين، مع احترامنا لجميع الاجناس وجميع الدول. المغرب الحمد لله كيتميز بواحد الكرم ديال الضيافه وحفاوه الاستقبال، راه من الطراز الرفيع. هذا السيد هذا شفت الفيديو ديالو الصباح وقلت هذه العشيه والله تنبارطاجيه معكم. اللي سمع الصوت ديال بعض المصريين كيتكلموا خارج يعني في الزنقه فين كيسكن، وخرج وعلى وعدو وعلى سعدو باش يدخلهم ويضايفهم. هما بطبيعه الحال قالوا من خلال الفيديو انهم ما بغاوش يتقلوا عليه وما بغاوش يبغزطوه واحترموا الحرمه ديال البيت. لكن هنا بيت القصيد هو ان الكرم والجود ديال المغاربه راه واحد المستوى تبارك الله اللي عالي. ممكن الانسان يكون ما فحالوش، يكون يعني عنده يلاه كيدخل لقمه العيش ديالو اليوميه، ملي كيجي عنده الضيف راه كيتهلا فيه بكثر من جهده. وهنا كنشوفوا باللي هاد السياح او الناس اللي جاوا يشوفوا كاس افريقيا في المغرب اللي هما مصريين موالين هذا الفيديو هذا، اللي كانوا غير دايزين وسمعهم للدار والسيد خرج وقال لهم الدموع في عيني. الحمد لله هنا كاينه البساطه والحب ديال العرب والحب ديال الناس اللي يعني بلا ما ينتظر الانسان المقابل. وكاينه النيه اللي ربما بعض الناس هنا في دول اخرى ربما هذه النيه ما عندهم. كاين بعض الدول اللي كتمشي ليهم الانسان ما كيشوفش كتشوفه، ممكن يوقع لك اللي وقع لك في الارض ولا هذا ما يمكنش يتسوق لك حتى شي واحد. لكن الحمد لله هذه ميزه كنتميزوا بها. وربما كاين حتى الناس اللي ما كيبغيوناش وكنجيو وكنستقبلوهم. شفنا كاس افريقيا كيفاش تم استقبال جميع الدول وجميع المنتخبات بحفاوه وواحد الطيبوبه وواحد الكرم وواحد الجود. بزاف ديال الناس اللي تيقول لك ما بغاوش الناس يتخلصوا من عندنا، سواء سائقي الطاكسيات او لا الناس في يعني في المطاعم او لا في المقاهي. وهذا بطبيعه الحال فهي رساله باش نسوقوا الكرم والجود ديال المغاربه خارج ارض الوطن. واللي بغى يعرف بقيمته مرحبا، واللي ما بغاش يعرف بقيمته المشكل عنده هو ماشي عندنا حنا. السلام عليكم.